ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ الشامبيونز ليج هو واحد من احلى البطولات اللي اي حد ممكن يتفرج عليها، بطوله ممتعه جدا سواء فريقك جواها او مش جواها، يعني عاده بتلاقي مثلا في ناس متخصصه جدا وبتتفرج بس على الدوري الانجليزي، في ناس بتتفرج بس على الدوري الاسباني، بحكم ان غالبا الفريق اللي بيشجعه بيلعب في الدوري ده، لكن ايا كان درجه حبك لكره القدم والدرجه اللي انت بتتابع بيها كره القدم، فانت اكيد بتتابع الشامبيونز ليج على الاقل مثلا من الكوارتر فاينل. انا اعرف ناس كتيره جدا كبار في السن صغيرين في السن ما يعرفوش قوي عن الكوره، مش بيتابعوها زينا، ولكن بالنسبه لهم الشامبيونز ليج ده بيجي الكوارتر فاينل من هنا لازم يتابعوا خلاص. فهي بطوله كبيره بكل تاكيد، وبطوله على مدار السنين اللي انا ممكن اقول اول نسخه اتفرجت عليها يعني بجديه كانت ممكن تكون 2007 2008، الموسم اللي تشيلسي وصل فيه نهائي الشامبيونز ليج، دي اللي انا اقدر اقول ان انا تابعتها يعني. فمن ساعتها بقى لغايه دلوقتي كان في بطولات كتير حلوه جدا، وكان في ماتشات كتير حلوه جدا، وزي ما انتم عارفين ده اليوم الخامس في تحدي ال 100 يوم اللي احنا بنعمله. التحدي عباره عن ان احنا بكل بساطه بننزل كل يوم فيديو على اليوتيوب من مواضيع كرويه انتوا بتختاروها تحت في الكومنتات، واحب اشكركم جدا لان التفاعل بتاعكم معايا في الكومنتات غني جدا وفيها افكار كتير حلوه قوي، وهحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل كل الافكار اللي انتوا بتقولوها تحت في الكومنتات دي. ولكن لما جالي الكومنت ده من عمر ادريانو 5503 وقال لي ان انا اتكلم عن افضل نسخه مثيره من دوري الابطال في الالفيه الجديده، عجبتني الفكره لان خدت وقت عقبال ما فكرت فيها واخدت فيها قرار، وحبيت اشارككم رايي فيها. ايه احسن نسخه انا اتفرجت عليها من الشامبيونز ليج، ايه افضل ماتشات في النسخه دي انا حبيتها، وفي نفس الوقت اعرف منكم تحت في الكومنتات انتوا برضو نفس الكلام. بس قبل ما ندخل بقى في التفاصيل ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، حقيقي حقيقي الحاجات دي بتساعد جدا، ولو اوريدي مشترك في القناه اتاكد بس ان جرس التنبيهات مفعل عشان لما انزل حلقه يجي لك اشعار على طول. طيب الموسم الافضل بالنسبه لي في الشامبيونز ليج هو 2018 2019، بطوله حرام ان انا اقول فيها ان هي كانت حلوه بس فيها كميه ماتشات حلوه بشكل مش طبيعي. وفي الحلقه النهارده هذكر لكم كده كذا ماتش حصل في البطوله دي ممكن تكونوا فاكرينهم او ناسيينهم، بس ماتشات ايكونيك جدا لدرجه ان انت لما تفتكر ان كل الماتشات دي اتلعبت في نسخه واحده بس من الشامبيونز ليج، فهي بكل تاكيد هي الابرز في تاريخ الشامبيونز ليج او على الاقل في الالفيه الجديده. خد عندك مثلا ماتش مانشستر يونايتد قدام بي اس جي، الماتش الاولاني اتلعب في الاولد ترافورد وكان تقريبا محسوم لبي اس جي، بي اس جي قدر ان هو يكسب 2-0 في الاولد ترافورد والموضوع كان خلاص يعني، ومانشستر يونايتد كمان مش في فورمه كويسه، فما حدش متوقع ان مانشستر يونايتد ممكن يعمل اي نوع من انواع الكومباكس. ولو تفتكروا ساعتها كان سولشاير لسه ماسك الفرقه، وحتى ما كانش لسه متوقع معاه ان هو مدرب دائم، هو مجرد مدرب مؤقت، لغايه لما فعلا بيروحوا حديقه الامراء. وفاكر ساعتها ان نيمار ما لعبش الماتش وكان قاعد بره كالعاده، يعني في النوك اوت ستيج في الشامبيونز ليج هو دايما مصاب. ما علينا، الماتش يبتدي ولوكاكو يجيب الجول في الدقيقه الثانيه عشان مانشستر يونايتد جمهوره يحس ان هو ايه ده احنا ممكن نعملها ولا ايه، وبي اس جي لسه من سنتين معمول فيه رومونتادا قدام برشلونه، فجمهور مانشستر يتعشم. ولكن على طول برنات من بي اس جي يجيب جون في الدقيقه 12، فده معناه ان يونايتد محتاج يجيب جونين كمان والموضوع شبه يعني بيبقى مستحيل خلاص، الا ان لوكاكو بيجيب جون كمان في الدقيقه 30. ورغم ان يونايتد كان متقدم 2-1 الا ان انت برضو تحس ان بي اس جي ماسك زمام الامور خالص، متحكم جدا في رتم الماتش. يعني فاكر وانا بتفرج رغم ان النتيجه 2-1 ولو يونايتد جاب جون في اي لحظه يونايتد هيقدر ان هو يتاهل الدور اللي بعديه ويطلع بي اس جي من البطوله، الا ان انا حتى كأنا واحد بيتفرج ما عنديش اي شك ان بي اس جي هو اللي هيكمل في البطوله، وان مستحيل يونايتد بالاداء ده يجيب جون ويتاهل، الا ان بتحصل المعجزه ومن كوره كده بتيجي ضربه جزاء وراشفورد بيدخل وبيشوطها وبيجيب الجون في ذهول لكل جماهير باريس بما فيهم نيمار، الرياكشن اللي بعد كده بقى ميم مشهور جدا. فده ماتش كان صاعق جدا، ما كانش اي حد يتخيل ان يونايتد يقدر ان هو يتاهل من الماتش ده، وكمان ده الماتش اللي خلى اداره مانشستر يونايتد تمضي مع سولشاير ان هو يكون المدرب الرسمي للنادي، والباقي بقى انتوا كلكم عارفينه. فده مثلا ماتش ايكونيك جدا. تعالوا ندخل بقى على ماتش تاني، عندك برضو في الكوارتر فاينل توتنهام قدام السيتي، ده الماتشين بقى يعني بعكس مثلا مانشستر يونايتد الماتش الاولاني ما كانش حلو قوي، الماتش الثاني كان حلو قوي، لا ده يونايتد والسيتي الماتشين رائعين. انا فاكر كويس قوي دي كانت اول مره اعجب جدا بسون وابقى مركز جدا معاه وقد ايه ده لعيب جامد جدا. هاري كين كده كده كنت عارف دايما ان هو كويس، بس اول مره عيني تقع على سون وابقى شايفه ان هو لا ده لعيب ممكن يبقى وورلد كلاس عادي جدا. وكمان الماتش كان ايكونيك قوي لان كان ماتشين فيهم اهداف كتير، اعتقد مجموع الماتشين خلص 5-4، ولكن كمان في اخر ثانيه في الماتش الثاني ستيرلينج بيجيب جون، ودي لو انا مش غلطان كانت اول بطوله تشامبيونز ليج يبقى فيها فار، وفي الدقيقه 95 ستيرلينج بيجيب جون ولكن بيتحسب اوفسايد بسبب الفار اللي بيلغي الجون، عشان بعد ما جماهير سيتي كلها تحتفل وجوارديولا واللعيبه والناس دي كلها الملعب كله يبقى هص ما فيهوش بس غير لعيبه توتنهام اللي بيحتفلوا عشان لقوا نفسهم موجودين في السيمي فاينل لو انا مش غلطان برضو اول مره في تاريخ النادي. فماتشين برضو رائعين. نيجي برضو للريمونتادا التاريخيه بتاعت يوفنتوس، او انا مش عايز اسميها ريمونتادا تاريخيه ليوفنتوس على قد ما هي ريمونتادا تاريخيه لرونالدو قدام اتلتيكو.
حرفيا يا جماعه الماتش التاني ده اللي هم كسبوه 3-0 كان تقريبا كده وان مان شو من رونالدو. وكمان غير بس الماتش قد ايه كان ايكونيك، والريمونتادا بعد ما اتلتيكو كسب 2-0 في اسبانيا ورونالدو يرجع ويجيب ال 3-0 ويأهل يوفنتوس، غير الجانب الكروي ده كل الكواليس اللي حصلت ورا الموضوع ده. فكره ان رونالدو طول عمره معلم جامد قوي على اتلتيكو مدريد، وفكره ان رونالدو سايب ريال مدريد عشان يروح يوفنتوس ويثبت ان هو يقدر ان هو يساعد فرقه تكسب الشامبيونز ليج، وفكره ان في الماتش الاولاني اتلتيكو مدريد يكسب 2-0 وكلنا عارفين اداء اتلتيكو مدريد الدفاعي بقى شكله عامل ازاي، فهم رايحين ايطاليا مستحيل يعني يدخل فيهم 3 جول من يوفنتوس، رغم ان يوفنتوس ساعتها كان فريق كويس جدا، ولكن برده ما كانش حد بيبص له على ان الفريق المرشح الاول للفوز بالشامبيونز ليج. ده غير كمان الحركه الشهيره جدا اللي عملها سيميوني، انا مش هعرضها هنا عشان انا عارف ان هي لا اخلاقيه، بس انتوا كلكم عارفين انا بتكلم على ايه. لما اتلتيكو جاب جون الثاني في اسبانيا وجمهور اتلتيكو كله وهو عمال يحفل على رونالدو لغايه ماتش العوده، وتيجي المفاجاه ان رونالدو هو اللي بيجيب الهاتريك وهو اللي بيساعد يوفنتوس يكمل الدور اللي بعده. ماتش ايكونيك جدا جدا جدا. ومش هننسى برده ان رونالدو عمل نفس الحركه اللي سيميوني عملها وردها له، فبرده ساعتها كانت رومنتادا تاريخيه ومحدش هيقدر ينساها لفتره قدام. طالما بنتكلم بقى على الرومنتادا تعالوا نتكلم على ماتش تاني معانا، وهو الرومنتادا التاريخيه اللي توتنهام عملها على اياكس. هي بقى رومنتادا تاريخيه ليه؟ لان اياكس على مدار الماتشين هو الفريق الافضل، واياكس عموما كان عامل كامبين محترم جدا، يعني يكفي ان هو كسبان ريال مدريد في السانتياغو برنابيو 4-1 في دور ال 16، فهو دلوقتي في السيمي فاينل في وضع كويس جدا. خلاص اخر ربع ساعه على الماتش توتنهام محتاج يجيب 3 اجوان عشان يتاهل للفاينل، فده طبعا شبه مش هيحصل. اياكس متفوق في كل حاجه في الملعب، وتحصل التغييره من بوتشيتينو ان هو ينزل لوكاس مورا، اللعيب الكويس لكن عمره ما كان سوبر ستار. يعني لو مثلا في 10 تصنيفات للعيبه الكوره، واحد اعلى حاجه و10 اقل حاجه، ممكن احط لوكاس مورا في الافريج اللي هو 5 6، الا انه بينزل الماتش ده وبيتالق بشكل مرعب عشان يكون هو اللي بيجيب الهاتريك، ومحدش من توتنهام بيبقى مصدق. اصل كمان توتنهام الفكره ان هو مش فريق بطل، مش هينفع تقنعني ان هي دي شخصيه البطل، مفيش، فهو مفيش اي اماره، لعيب عادي، بقيه الفرقه كلها مش في يومها. اياكس افضل بكتير، الماتش بيتلعب في امستردام، فيمكن الحاجه الوحيده العقلانيه اللي ممكن تكون حصلت ان لعيبه اياكس عشان كلهم كانوا صغيرين في السن يكونوا سرحوا، يكونوا اتخضوا بعد ما دخل فيهم الجون الاول والثاني، ما تفهمش ايه اللي ممكن يكون حصل. بس بصراحه يعني لو الماتش ده اتعاد مليون مره اياكس هو اللي هيوصل النهائي. على الجانب الثاني بقى من السيمي فاينل كان برده بنفس درجه الجنون، برشلونه في الماتش الاولاني بيكسب ليفربول 3-0، ورغم ان انا شايف ان هي كانت نتيجه قاسيه وان ليفربول ما كانش يستحق ساعتها ان هو يخسر 3-0، وان هي كان جزء كبير منها توفيق وجزء كبير منها عظمه ميسي، لكن الماتش في الاخر خلص 3-0. ده ديمبلي كمان مضيع واحده في اخر دقيقه كانت ممكن تبقى 4-0. انا عارف دلوقتي ان موضوع الريمونتادات دي بقت تتقال كتير، لكن انا فاكر كويس قوي ساعتها ان محدش كان عنده ذره امل لليفربول، ولا تقول لي بقى اجواء الانفيلد ولا اي حاجه من الكلام ده، لا الكل شايف ان خلاص برشلونه وصل للفاينل، وكانت واحده من اقوى الاجواء اللي شفناها في الانفيلد لجمهور بيساند فيها الفريق. خلي بالك كمان صلاح ما لعبش الماتش ده لان كان قبليها بكام يوم اتصاب، ساعتها وقع وقعه وحشه، اعتقد كانوا بيلعبوا نيوكاسل وجاله حاجه زي ارتجاج او حاجه، فكان البروتوكول رغم ان هو بقى كويس ما ينفعش يلعب لمده 6 ايام، ففاتوا الماتش الثاني بتاع برشلونه عشان يلبس التيشيرت الايكونيك بتاع نيفر جيف اب، والجمهور يساند الفريق. وكلوب في المؤتمر الصحفي اللي قبل الماتش يقول ان هو قال لعيبته واحد من احلى الكوتس اللي سمعتها في حياتي. الكوت كانت بتقول ايه؟ if we manage to do it then great however if we fail then let's fail in the most beautiful way. لو احنا قدرنا ان احنا نعملها يبقى عظيم، ولكن لو فشلنا تعالوا نحاول نفشل بافضل شكل ممكن او اجمل شكل ممكن. الكوت دي عظيمه بشكل مش طبيعي، هو بيحمس لعيبته وفي نفس الوقت مش بيحط عليهم اي نوع من انواع الضغوط، كل اللي بيطلبوا منهم ان هم يبذلوا اكبر جهد عندهم، ومش مهم النتيجه في الاخر، ولكن النتيجه بتبقى في صالح وبيكسبوا 4-0، وبيبقى ماتش ايكونيك، واعتقد ان هو واحد من احلى الريمونتادات اللي حصلت في التاريخ، ممكن احطه في التوب 3 مثلا من كل الريمونتادات اللي انا شفتها. دي ممكن تبقى عنوان حلقه حلوه دي. ولكن للمفارقه بقى لو انا بتكلم ان دي احلى نسخه من الشامبيونز ليج انا شفتها في حياتي، الا ان النهائي بتاعها كان ممكن يكون واحد من اوحش النهائيات اللي اتلعب في التاريخ، وده مش كلامي انا، ده كلام معظم الناس، واكشلي ما ينفعش يكون كلامي انا اصلا، لان سبحان الله برضو ده الشامبيونز ليج فاينل الوحيد اللي ما اتفرجتش عليه من سنه 2008، لان بكل بساطه اليوم ده وقت ما الماتش بيتلعب بالليل كان حفله تخرجي، فما قدرتش اتفرج على الماتش. فيعني انا اتفرجت على البطوله دي كلها وقد ايه كانت جميله، ويمكن يكون الماتش الوحيد فيها اللي كان وحش قوي وكان اقل جدا من توقعات الناس انا ما شفتوش اصلا. ولكن انا فاكر ان احنا كلنا قاعدين ومستنيين ان هم ينادوا على اسامينا عشان نتخرج، كنا كل شويه بنعمل ريفريش كده ونحاول نبص على النتيجه، وساعتها الفور جي ما كانش شغال كويس، وكل شويه كل فين وفين حد يشتغل معاه فيقول لنا ده ليفربول لسه كسبان، وكلنا في اجواء بنشجع فيها صلاح ونفسنا ان هو يكسب دوري الابطال، فحتى النهائي اللي كان ممل جدا وما شفتوش اصلا عندي معاه ذكريات حلوه. فلا بكل تاكيد البطوله دي هي افضل نسخه للشامبيونز ليج انا شفتها في حياتي. عرفني بقى رايك تحت في الكومنتات، ما تنساش تقترح حلقه بكره تبقى ايه، كالعاده اللايك الشير السبسكرايب. يلا سلام.